الفنان أحمد مرعي، صاحب الوجه البريء والمشاعر المرهفة. يوم 12 أغسطس عام 1940 وفي مركز الدواخلية في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ولد الفنان الكبير أحمد جلال بسيوني مرعي. بدأ عشقه للتمثيل من المرحلة الإعدادية، وكان رئيس فريق التمثيل في مدرسته الثانوية على مدار 3 سنين. في عام 1965 اتخرج من معهد السينما قسم التمثيل وتعين معيد بالمعهد بعد تخرجه، وكان بيدرس مادة الإلقاء بالتعاون مع الفنان الكبير عبد الوارث عصر، وكمان درس مادة المكياج بالتعاون مع الأستاذ مصطفى القطوري. أما عن شغله كممثل فبدأ على مسرح الجيب سنة 66، وقدم على المسرح مجموعة من أهم الكلاسيكيات، منها رحلة التنوير، واللي لعب فيها شخصية المفكر الكبير عباس محمود العقاد، ومسرحية ميرامار عن رواية بنفس الاسم للأديب العالمي نجيب محفوظ. لكن انطلاقته الحقيقية كفنان جت سنة 67 بعد مشاركته الأولى في فيلم النصف الآخر للمخرج الكبير أحمد بدرخان، واللي لعب بطولته مديحة يسري وعماد حمدي وسميرة أحمد. وكان أول ميعاده مع التكريمات بعدها ب2 بس، لما حصل على جايزة أحسن ممثل عام 1969 عن دوره في فيلم 3 وجوه للحب، اللي قام بإخراجه 3 مخرجين، وهم مدحت بكير وناجي رياض وممدوح شكري، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم. أحمد مرعي قدم أكتر من 100 عمل فني طوال مشوار حياته الفنية، كان أشهرهم أغنية على الممر، الرسالة، وطبعاً ما ننساش فيلم المومياء للمخرج الكبير شادي عبد السلام، واللي حصل على جوائز وتكريمات كتيرة من كبرى المهرجانات العالمية عن دوره فيه. أما في التلفزيون فمن أهم أعماله اللي مش ممكن ننساها دوره في مسلسل أولاد آدم، اللي كتب له القصة والسيناريو والحوار الكاتب الكبير محمد جلال عبد القوي، وأخرجه جلال غنيم، وعرض سنة 86. في يوم 16 يوليو عام 1995 رحل عن عالمنا الفنان أحمد مرعي، بعد ما ترك لنا تراثاً فنياً راقياً يخلد ذكراه في وجدان الملايين من عشاق السينما والدراما العربية في كل مكان.